اندلاع حريق هائل في منزل ومحلات تجارية بإب. شب حريق هائل ظهر الخميس في منزل ومحلات تجارية بمحافظة إب، ما أدى لوقوع خسائر مادية ووقوع جرحى جراء الحريق. وقال سكان محليون وشهود عيان أن حريقا هائلا اندلع في محل تجاري في شارع العدين الرئيسي وسط مدينة إب نتيجة ماس كهربائي يعتقد أنه السبب الرئيسي في الحريق. وأضاف الأهالي أن الحريق امتد لمحلات تجارية مجاورة وإلى الأدوار العلوية للمنزل الذي شب فيه الحريق، الأمر الذي تسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة. وبحسب الأهالي فإن الحريق التهم محلات الركن التركي لفساتين الأعراس، ومحل ريماكس للملابس الجاهزة، ومحلات الزعيم للأحذية، ومخبز ومحلات تجارية أخرى. وأكد الأهالي إصابة مواطن على الأقل نتيجة سقوط أسلاك كهربائية في الشارع الرئيسي أثناء تجمهر المواطنين أمام المنزل الذي شب فيه الحريق، مشيرين إلى إصابة 2 آخرين جراء الحريق، بالإضافة إلى حريق في بعض السيارات والدراجات النارية التي كانت مركونة بجوار المنزل. ولم تعرف بعد حجم الخسائر حتى اللحظة، فيما حاول الأهالي إخماد الحريق بوسائل بدائية لم تنجح في الوقت الذي وصل الدفاع المدني متأخرا بعد احتراق العمارة المكونة من 3 أدوار.